اهلا وسهلا بحضراتكم. اللعبه اللي هلعبها معاكم دلوقتي دي اللعبه اللي بعض من حضراتكم بيلعبها معايا وبيزعل مني، فلو انت زعلت مني اعرف ان انا مش قصدي. اللعبه بتقول خمن الحاجه اللي في ايدي. انا في ايدي حاجه مدوره ولونها احمر. حد يقول لي ايه ده يا دكتور؟ اقول له خمن كده معايا، انا في ايدي حاجه مدوره لونها احمر. حد يقول لي ايه ده؟ يكونش حاجه مدوره لونها احمر بس دخلت في ايدك ازاي؟ طيب هتقعد تقول شمال يمين شمال يمين، هتقول له يا دكتور معرفش. والله ممكن يكون في ايدك مثلا حلوى بونبوني واحده لونها احمر، هيكون في ايدك مثلا قلم قطره اي حاجه اي حاجه. هل في حاجه تقول ان انت هتعرف ايه اللي عندي ايه اللي في ايدي؟ في حاجه معينه تقدر من المعلومتين البساط دول تقدر تقول عليها ايه الحاجه اللي في ايدي؟ لا طبعا مفيش. هتعرف منين؟ ولو جاوبتها صدفه فده هيبقى مجرد تخمين. فتخيلوا بقى لو انتوا ما عرفتوش الحاجه اللي في ايدي دي، وانا مش حاطط في ايدي حاجه، ده انا بس بهزر. لو انتوا ما عرفتوش الحاجه اللي في ايدي وانا قلت لكم والله انا زعلت منكم عشان ما عرفتوش، هل يحق ليكم ان انتوا تطبقوا الموضوع معايا وتزعلوا مني؟ هقول لكم ايه الموضوع. اول امبارح كده يوم الاحد اللي فات ربنا رزقني وجاوبت على اسئله كتيره جدا. كنت جاي من السفر، وفي الفترات اللي انا بقف فيها في الريست كنت بفتح الموبايل، كان بيجي لي ناس بيكلموني، وبالصدفه 3 أو 4 بيكلموني على موضوع احمرار العين. يا دكتور انا عيني محمره، ما بشتكيش من حاجه تاني، كشفت عند دكاتره كتير، عايزك تعرف لي السبب بتاع الاحمرار ده ايه. غريبه مش كده؟ دي معلومات غير كافية خالص عشان دكتور ياخد علاج بالذات. ده انت كمان رحت كشفت ومطلع لي ورقة فيها حوالي 10 قطرات ما خلوكش ترتاح. وجفاف العين زي ما احنا قلنا او احمرار العين اسف، دي شكوى ممكن يشترك فيها 20 مرة. اساسا يا جماعة الشكوى في العيون كلها حوالي 3 أو 4 شكاوى، واحد عينه بتوجعه، واحد عينه محمرة، واحد ما بيشوفش كويس، واحد عنده حرقان في عينه مثلا، او واحد مصدع. الامراض كلها بتشترك في الموضوع ده. فاحمرار العين ده ممكن يكون حاجه بسيطه، ممكن يكون واحد مرهق ما نامش كويس، واحد عنده حساسيه مزمنه، واحد عنده جفاف عين، واحد عنده التهابات، واحد عنده قرحه في القرنيه، واحد عنده ارتفاع في ضغط العين، واحد عنده التهابات قزحيه، واحد عنده انفصال في الشبكيه، واحد حاجات كتيره جدا جدا جدا. فلما تسالني السؤال ده بقول لحضرتك والله انا ما اعرفش، ما تزعلش مني. انا مش هقدر اخمن، انا مش هقدر من معلومه بسيطه زي كده اقول لك انت عندك ايه. دي حاجه محتاجه ان انت يتكشف عليك، ده احنا ممكن نكشف عليك ونشخصك ونديك دواء وللاسف ما تستجيبش. وفي ناس بيكون عندهم احمرار عين طبيعي جسمهم كده، عندهم حساسيه مثلا من التراب فمش قادر ان هو يتجنبه. فنصيحه مني يا جماعه، الشكوى في العيون قليله. لو انا قلت لك في يوم من الايام والله انا مش قادر وانت محتاج ان انت تكشف، ما تفتكرش ان انا بتعالى عليك او ان انا مش مديك جزء من وقتي ومش عايز ابذل مجهود معاك. للاسف بعض الشكاوى ما بنقدرش ان احنا نحددها لانها كتير قوي كلها مشتركه في نفس الموضوع، ومحدش تاني يزعل مني للمره العاشره. كان معاكم دكتور محمد جوده، اتمنى اشوفكم دايما في صحه وعافيه. سلام.